اشتغل بالفعل هذه الوكاله ووضعت استراتيجيه اللي غتمشي في 2022 2026 غيكون فيها واحد المنهجيه جديده شموليه تشاركيه استباقيه قائمه على المراقبه والرصد والاقامه. كاين اللي خصنا يكون واحد التدخل استعجالي وكاين اللي خصنا يكون واحد المقصد اللي كيمكننا التتبع ديالو باش ما نوصلوش للتدخلات الاستعجاليه بلوتو دي زانتيرفونسيون بريفونتيف. هذا الشيء غيمشي خلال تعميم عمليه الجلب والخبرات التقنيه الايجابيه على هذا المبادئ على الصعيد ديال المملكه. كما كتعرفوا بان الجهات 7 جهات بدا فيها الجلب. الجهات كما كتعرفوا الدار البيضاء، سطات، رباط، قنيطره، طنجه، الحوسيبه. والان ان شاء الله اليوم غيكون هو ابتداء انطلاق ديال هذه العمليه بالنسبه للجهه ديال الشرق. اللي بغيت نشير ليه ما نطولش عليكم، ولكن بعض النقاط اللي بغيت نتكلم عليها هي بالنسبه لطريقه الاشتغال. طريقه الاشتغال بالفعل كان هناك واحد الجرد، وهذا الجرد يمكن يجي يا من طلب السلطات المحليه يا من طلب من الوكاله. هناك كان تجاوب الوكاله كانت هي طلبات والسلطه المحليه حتى هي كانت رحبات وتعطت بعض المعلومات اللي غتمكننا باش نقوموا بهذا الجرد. بالتالي هنا كاين واحد النقطه بالنسبه كنبغي نشير لها بالنسبه للجنه الاقليميه. هي خاص نفعلوا اللجنه الاقليميه، كل اقليم كيترأسها العامل ديال الاقليم اللي غتتبع معنا هاد الطريقه ديال الجلب والطريقه ديال ديليميتاسيون دي زون اللي يكونوا هما اللي كيخصوا هاد المبادئ ديال لي سكون. بالفعل كما كتعرفوا طريقه المعالجه ولا الطريقه الاستعجاليه ايضا رئيس ديال الجامعه خصو يجيه التقرير، يا كيجي التقرير من الوكاله ولا من المراقبين على حسب الماده 47 اللي فيها المراقبين عندهم الحق. وبالتالي خص يكون واحد الاطار قانوني اللي كيخلينا نخدموا بواحد الطريقه شموليه باش ما يكونش هناك واحد الغلط ولا ننساو شي مناطق ما يبقاش فيها الجرد. وبالتالي هذه القضيه ديال اللجنه السيد الوالي الاقليميه كل اقليم هي مهمه جدا لتتبع هذه العمليه. بالنسبه للمعالجه باش نكونوا صراحه، بالنسبه للمعالجه كانوا قبل كان هناك اتفاقيات كيكونوا فيهم حتى واحد الغولوجمون كيتحيدوا من المكان ديالهم. هنا بالنسبه للمباني الاليه للسقوط خصنا نكونوا فاهمين بانها غادي نخدموا في اطار القانون ديال الوكاله، اللي الوكاله كتدخل في المعالجه في نفس المكان سواء الكونفورتمون سواء لا ديموليسيون ما كاينش فيها لو غولوجمون. يمكن نتاحوا بعض المناطق اللي كيخص ولا بدا ان غولوجمون، ديك الساعه خصنا ندوزو لبرنامج اخر، اتفاقيه اخرى، طريقه اخرى. حنا كنقولوا كوزاره مهما كان التفكير ديال القانون خصنا نبقاو عليه باش نحافظوا، باش نحاولوا نحافظوا على هاد الناس يكون عندهم سكن لائق. هي كاين جوج طريقه. الطريقه الاولى الا كنا غنخدموا في المكسيد كونفورتمون ولا لا ديموليسيون غنبقى في المكسيد غدار في اطار الوكاله. اذا كان هادشي كيلزم علينا خصنا نحولوا دوك الناس راه خصنا ندوزوا لواحد برنامج اخر اللي حنا غادي نمشيو معكم فيه اللي غنشوفوا فيه وغنخدموا فيه جميع. انا باش ما نطولش عليكم هذه هي النظره ديال لا الطريقه لا بالنسبه للجر لا بالنسبه للمعالجه، معالجه في اطار الوكاله ولا معالجه خارج الوكاله، اتفاقيات اخرى اللي غادي تكون عليها بعض الشروط اخرى ولي زابليكاسيون ديال كاع لي بارتي برونون. ما نطولش عليكم سيد الوالي، كنعرف بان عندكم انتما واحد لي كونترات رابيدمون ولا سمحتي السيده مديره الوكاله رابيدمون باش شكرا سيد الوالي، السيد رئيس الجهه، الساده العمال، السيده مديره الوكاله، الاسكان، الساده الحضور. شكرا السيد الوالي. كما كتعرفوا الدائره ديال المبادئ المهدده بالانهيار هذه كتكاثر والدوره العمرانيه اللي كتعرفها البلاد ديالنا. هناك واحد التفاقم ديال هذه الظاهره، وبالتالي كيكون عندها اشكالات كبيره وعندها تبعات اجتماعيه واقتصاديه اللي كتأثر ديال الناس وكتقاس حتى
التي ابرزت تدهور الجهد الحراري. هناك تزايد مستمر لهذه المبادئ سواء على الشكل البدني أو السلوك أو الجهد الحراري. من أجل تفعيل هذه المهام المسندة لهذه الوكالة قامت بوضع استراتيجية مبنية على المقارنة الاستباقية والاستشرافية انطلاقا من تشخيص وجد حظيرة المباني الآمنة للسقوط. إذا هذا السيد الوزير هذا العمل يدير جهد على مستوى سبع جهات باقي المملكة، واليوم نحن الحمد لله بتنزيل هذه الدينامية على مستوى الجهة، وهذا شرف كبير بحضور السيد الوزير